سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. شهر رمضان دايما الروحانيات بتكون فيه عالية قوي، وبنبقى نفسنا ان احنا نوصل الروحانيات دي لأطفالنا. عشان كده لما فكرت لقيت انه مفيش اهم من اننا نزرع قيم رمضان وروحه في اولادنا. معاكم صفاء الديب، هاند ان هاند بيرنت انستراكتور ومتخصصة في تربية الأطفال. طول شهر رمضان في سلسلة من الفيديوهات هتفيدكم جدا ان شاء الله، وهضيف لكم كتير جدا في تربية اطفالكم. خلال الشهر ده هكون بعرفك ازاي ان احنا نزرع القيم في اولادنا، القيم المرتبطة بشهر رمضان المبارك. وده هيكون فرصة كويسة جدا ان انتي تقربي من اطفالك وتكلميهم اكتر عن الاخلاق والصفات الحلوة اللي المفروض نتحلى بيها في شهر رمضان وفي حياتنا على طول. هتكلم معاكم كل حلقة عن قيمة معينة بالتفصيل، وايه اهم الحاجات اللي انتي لازم تطبقيها علشان نقدر نوصل القيمة دي لأولادنا. اهم حاجة امشي معايا خطوة بخطوة وتابعي معايا سلسلة الفيديوهات اللي هتنزل على اليوتيوب تشانل ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ مع بعض اول حلقة من السلسلة. النهاردة هنتكلم عن قيمة مهمة جدا جدا ان احنا نعلمها لأطفالنا، وهي قيمة التواضع. طيب ازاي اعلم ابني قيمة زي دي، وازاي ادخلها كده جوه دماغه وافهمها له؟ مبدئيا علشان نزرع اي قيمة من القيم في اولادنا محتاجين نمشي مع بعض على اكتر من خطوة، ودي هنثبت الخطوات دي طول الفيديوهات ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيها عن القيم. حاجة وهي ان الاسرة تكون هي القدوة اللي بيقلدهم وبيتعلم منهم القيمة دي. تاني حاجة انك تشرحي له يعني ايه او ايه معنى او تعريف القيمة دي وايه فايدتها ان احنا نطبقها في حياتنا. تالت حاجة بقى الانشطة اللي احنا هنستخدمها علشان نطبق القيمة دي في حياتنا. عشان كده لما نيجي نعلم طفل ونخليه متواضع او بيتحلى بالصفة دي، مهم جدا انه يشوف باباه ومامته هما نفسهم بيكونوا متواضعين في تعاملاتهم مع الاشخاص او مع الناس اللي حواليهم. بيتعاملوا ازاي مع الاهل، مع الجيران، مع الاصحاب، الناس الموجودة في الشارع، لو بشتري حاجة من السوبر ماركت، اي شخص عامة انا بتكلم معاه بحتك بيه، هو بيبدأ يشوف طريقة التعامل اللي احنا بنعامل بيها الناس دي وبيقلدها. لما بيشوفك بتتعاملي مع الناس بطريقة فيها تواضع هيبدأ ان هو يقلدك ويتعود ان ده شيء طبيعي جدا ان احنا نكلم الناس كلها باحترام وبطريقة لطيفة، وهيبدأ هو كمان يطبق ده مع زمايله بقى، سواء في المدرسة، في النادي، في اي مكان بيروحه، لانه هو عارف خلاص ان دي الطريقة الطبيعية اللي احنا بنتعامل بيها مع الناس اللي حوالينا. تاني حاجة هنمشي عليها هي ان احنا نبدأ نكلمه عن معنى التواضع. ليه مهم انه يكون عندنا الصفة دي؟ التواضع هو هنعرفه كده ببساطة ان هو ان احنا بنعامل الناس زينا زيهم، ما يكونش فيه تعالي عليهم او انا بكلمه بطريقة ان هو ان انا افضل منه. لا بالعكس، انا بتعامل معاه على انه هو انا وهو زي بعض، بنتعامل مع بعض بطريقة لطيفة فيها ذوق في التعامل، مفيش حد اعلى من حد. ولما بتعامل بتواضع مع الناس وبلطف واحترام، ده هيخليهم يحبونا يحترمونا، وهم كمان هيعاملونا بنفس الطريقة اللي احنا بنعملهم بيها. فلو عايزين الناس تعاملنا بطريقة لطيفة ومهذبة، مهم كمان ان احنا نكون بنعمل او بنبدأ بده معاهم. الشخص المتواضع كمان محتاجين نقول لطفلنا انه ربنا بيحبه، بيديله حسنات اكتر. ولو شفتوا الفيديو اللي فات عن رمضان هتعرفوا ان احنا ممكن نستخدم ده ونحط الحسنات في البوكس. طيب كمان المغرور ربنا مش بيحبه وبيبقى متضايق منه ومش بيديله حسنات. ممكن كمان ده يساعدنا مع بداية ان احنا لو بندور على الناس اللي حوالينا ازاي نطبق معاهم القيمة دي بشكل يومي.
اخر خطوة هنمشي عليها من الخطوات الثلاثة اللي قلنا عليها في البداية، وهي ايه هي الانشطة اللي هنعملها علشان نربط القيم دي او نفهمه اكتر عن القيم دي. اول حاجة عندنا او اول نشاط انه المشاركة في البيت. محتاجة ان انا اساعد او اخلي ابني يساعدني في انه يرتب الأوضة بتاعته، يلم اللعب بتاعته، يجهز السفرة معانا في الاكل. كل الحاجات دي هتزرع عنده قيم التواضع. لو عنده اخ او اخت اصغر منه، خليه يشارك معاكي ان هو يساعدهم لو الاكل بتاعهم او يديلك حاجة. ده كمان هيساعد او هيحسسه ان هو بيساعد اخوه الصغير. فده كمان ممكن انه يفرق معاه ويخليه انه متواضع وكمان بيحب اخوه. طيب لو شاف حد مثلا شايل شنطة، حد كبير، ازاي ممكن ابدأ احمسه كده واقوله ان انت ممكن تاخد الشنطة وتساعد عمه او طنط ان انت تطلعها لهم لفوق، لان ده كمان هيساعدك ان انت تبقى بتاخد صداقات اكتر. الاطعام، في انه يحضر معانا الشنط وان احنا نوصلها للناس ونديها لهم. لو بننزل عصاير او تمر او اي حاجة قبل الفطار، ونخلي الطفل يبدأ ان هو يوزعها بنفسه. الحاجات دي كلها هتساعد جدا انه قيمة التواضع تكون عنده. ممكن كمان ان انتوا تبدأوا تعملوا حاجات لطيفة، توزعوا وردة او حاجة بسيطة جدا لعمال النظافة او لو حد بيساعدكم في البيت، ويخليهم يقولوا للحد ده كل سنة وانت طيب، وخليه هو اللي يقدمها بنفسه. ده هيعلمه كمان انه احنا كلنا زي بعض. محدش، الناس اللي بتشتغل دي مش بتشتغل علشان تخدمنا، لا احنا كلنا بنخدم بعض، وان كلنا زي بعض. تاني حاجة عندنا وهي ثقافة الاعتذار. من الحاجات المهمة جدا ان احنا نحترم أطفالنا جدا، ولما نغلط فيهم ان احنا نعتذر لهم ونتكلم معاهم ونسمعهم بإنصات، ويبقى فيه تواضع. مش ان انا الكبيرة قوي فانت مجبر ان انت تحترمني حتى لو انا غلطت فيك. لا، لو انا غلطت فيك هعتذر علشان اعلمه ان هو كمان ممكن ان هو يعتذر، وانه مفيش مشكلة ان احنا نغلط، ولما بنغلط بنتعلم من غلطنا وبنعتذر عنه. قوليله كمان برافو جدا لو لاحظتي ان هو اتعامل مع حد بشكل او بسلوك لطيف او فيه تواضع، ابدأي اعملي منشن او ركزي على السلوك ده علشان ياخد باله منه. ممكن دايما تعززي المواقف الإيجابية اللي هو بيعملها سواء مع أصحابه أو مع الناس اللي حواليه أو الناس اللي في الشارع، لأن ده هيبدأ يخليه إن هو يركز إن هو بيعمل التصرفات دي بوعي. كل ده هيكون بيغرس قيمة التواضع عند الطفل. بكده هنكون عرفنا مع بعض ايه هي النقاط الأساسية اللي انتي محتاجة تعمليها علشان تحفزي قيمة التواضع عند طفلك. استنيني الفيديو اللي جاي في سلسلة قيم إنسانية، وقوليلي في الكومنت ايه أكتر نشاط عجبك من اللي احنا قلنا عليهم. ولو عندك أنشطة تانية أو طريقة مختلفة بتقدري ان انتي تزرعي بيها قيمة التواضع، اكتبيها لي في الكومنتات.